تخيل تدخل عقل الاتش ار وتعرف بيفكر في ايه، او تعرف هو شايفك فين وازاي وعايز يعمل لك اكسبت ولا لا. طب تخيل ان انت تقدر تخلي الاتش ار يشوفك ان انت الرجل المناسب في المكان المناسب. كل ده واكتر كمان. تعال اقولك ازاي. كتاب The Psychology of Persuasion بيقولك طرق كتيره قوي ان انت تقنع بيها الناس اللي حواليك بافكارك وبنفسك وحتى بالمنتجات اللي انت بتبيعها. الكتاب اصلا كتاب للسيلز، هو من اكتر كتاب البيست سيلرز بتتكلم عن توبك السيلز، بس تعالى ناخد منه الجانب اللي هيفيدنا احنا في شخصياتنا وهيفيدنا احنا في حياتنا. الكتاب بيديك 6 طرق تخليك تقنع اللي قدامك بافكارك وبالمنتج اللي انت بتقدمه او باي حاجه انت عايز تقنعه بيها. ومن اكتر الطرق دي التاثير، ومن اكتر الطرق دي المشهوره هي الكونسيستنسي. يعني ايه كونسيستنسي؟ يعني ان انت تظهر للشخص اللي قدامك بشكل مستمر وتحاوطه من كل حاجه. طب ده بيحصل امتى؟ بيحصل في اعلانات المنتجات اللي احنا كلنا بنشوفها، تلاقيه في الراديو وتلاقيه على بيلبورد وتلاقيه في الشارع وتلاقيه في التلفزيون. ودي من اكتر الطرق المؤثره اللي انت ممكن تستخدمها علشان تقنع الشخص اللي قدامك بافكارك وبمحتواك. من الطرق التانية اللي الكتاب بيناقشها برضو طريقه اللايكينج او الاعجاب، ان انت تبدا تعرف الشخص اللي قدامك اصلا معجب بيك ولا مش معجب بيك، اصلا شايف ان انت شخص جاي في المكان المناسب، او انت بتقدم فكره صح، او انت بتقدم منتج صح ولا لا. وده هيبقى اول الخطوات اللي انت تعرف ازاي تظهر له منتجك او ازاي تظهر له نفسك. يعني هو لو معجب بيك خلاص يبقى سهل عليك الطريق، انما لو مش معجب يبقى انت مضطر ان انت تبذل افورت اكتر وتبذل مجهود اكبر واكتر علشان تقنعه بيك. وده بيبان قوي في الانترفيوز لما تبقى لسه رايح جديد وبتبقى عايز تعجب الاتش ار قوي، فانت لبسك مهندم قوي وكلامك مهندم قوي وعمال تنيجوشيت في السعر بالراحه وتتكلم بمنتهى اللطافه واللذاذه. اي نعم هو هيشوف عكس ده تماما بعد ما يخلص الانترفيو، بس على الاقل في الانترفيو تبقى انت عملت كده. واهم من كل ده خليك عارف ومتاكد ان اهم طريقه هتكون هي ثقتك في نفسك وفي افكارك. وزي ما احمد مكي قال، خليك واثق في نفسك، لان ده هيبقى اول مفتاح.